يقوم باقتحام تلك المقرات. الحقيقة أن الشعور العام بالمساس بالحريات العامة. سيد طارق، استمعنا أكثر من مرة ومنذ شهور حتى على مستوى الشارع المصري وبعض وسائل الإعلام الحديث عن أن هناك جهات، هناك دول تتدخل تدعم عن طريق منظمات ما هذه الجهة أو تلك الجهة، وبالتالي الحديث كان موجودا من قبل. أليس من حق الحكومة أن تتدخل في إطار ما هو ليس قانوني وأن تضبطه؟ يعني من حق الحكومة، ولكن نحن نتحدث أين القوانين التي تضبط هذه الأمور. ثاني شيء أن ما يحدث الآن وبعض المراكز الموجودة هي نتاج لبروتوكولات عقدت بين الحكومة المصرية والحكومة الأمريكية وقامت بها حتى فايزة أبو النجا وزيرة التعاون الدولي. يعني الحقيقة أنهم يستخدمون الضوابط أو يضعون الأمور أو ينفذون القوانين كما يشاءوا على من يشاء. الحقيقة أن الجيش المصري نفسه يحصل على تمويل من الولايات المتحدة الأمريكية ما يسمى بالمعونة العسكرية حوالي أكثر من $1,000,000. فيعني نحن نتحدث هل كل من يحصل على تمويل فهو يعني لديه أجندة أو يحرك أمور داخلية لإحداث فتنة؟ الأمور كلها أننا نلجأ للقانون. نحن نطلب سيادة القانون ونطلب أن يسير القانون على الجميع وألا تتم عملية تشويه ممنهجة الغرض منها هي تشويه منظمات المجتمع المدني الطرف الثاني القوي في الثورة المصرية، لأنهم كانوا يلعبوا دور كبير في الدعم القانوني للنشطاء السياسيين. النيل من سمعتها وتشويهها قدام الرأي العام. طيب، سأخذ بنصيحتك وأنقل سؤالي عن التوقيت إلى السيد محمود، ولكن قبل ذلك أشير ما أشار له ضيفنا من القاهرة طارق الخولي عن مسألة المزايدة. إذا كانت الدولة في حد ذاتها تتلقى مساعدات أمريكية، هي الآن محل مزايدة من قبل الأمريكيين، إذ هددوا أنهم إذا ما استمر الفعل من قبل الحكومة والمجلس في هذا الاتجاه فربما هذا قد يؤثر على ذلك فيما يتعلق بالكونغرس الأمريكي والمساعدة الأمريكية لمصر. ماذا عن هاتين النقطتين، مسألة التوقيت ومسألة المزايدة إذا كانت الدولة بنفسها تتلقى مساعدات؟ أولا حضرتك مع احترامي الشديد لكل ما يقال، وهو من وجهة نظري مع احترامي للأشخاص أقل بكثير من أن يرتقي إلى المعلومات وإلى إدراك الفرق بين تعاملات الدول وتعاملات الأفراد والمنظمات. أولا مصر ما بتاخدش معونة من أمريكا، وده هذا خطأ عظيم جدا. الفلوس التي تأتي إلى مصر أقل من حقها، لأن اتفاقية كامب ديفيد حددت حق مشروع لمصر مقابل الخسائر الحربية اللي سببتها إسرائيل $2 مليار، زي إسرائيل. ولكنه تمويل أجنبي والآن محل مساومة. لا يا فندم، ده مش تمويل أجنبي وليس مساومة، ده عبارة عن تعويض باتفاق واضح صريح وصل إلى 300 مليون و400 مليون ومليون إلا ووظف في اتجاهات عكس مصر. إنما الحقيقة بتاعته ده حق ثابت لمصر بناء على اتفاقية كامب ديفيد واللي أقرت عليها الولايات المتحدة، وأقرت بأنها متحملة دفع هذه الخسائر كوسيط دولي. إذا دي علاقات دولية أعلى بكتير قوي معلوماتيا وتنظيميا من الكلام اللي بنسمعه. وعن التوقيت؟ نمرة 2، التوقيت أنا شرحت لحضرتك إن أنا النهارده